مين يا فندم؟ محي موجود من فضلك. أقول له مين يا فندم؟ أنا آسف، هستنى جوه لو سمحتي. قولي له إبراهيم حمدي. دقيقة واحدة أما أشوف. مين يا نوال؟ مين يا نوال اللي ضرب الجرس؟ إبراهيم. إبراهيم مين؟ إبراهيم الله، جرالك ايه؟ ما تتكلمي. إبراهيم مين؟ إبراهيم حمدي. مش معقول، ده في السجن. يمكن يا بنتي إبراهيم حمدي تاني. ايش عرفك؟ لا هو أنا عارفاه من صورته. وده عايز مننا ايه الجدع ده؟ جاي لنا هنا ليه؟ بيسأل على محي. وده عايز مني ايه؟ ده عمره ما عايز مني حاجة. أظن الأحسن يا ابني تقوم تشوف عاوز ايه. أجي معاك يا محي؟ لا، خليك انت هنا. حبيب قلبي ووداني ماليش غيرك حبيب. أنا آسف يا محي، أنا عارف إني أزعجتكم. كل اللي عايز أقول لك كلمتين وبعدين تقرر اللي تشوفه. اتفضل. أنا هربت من حوالي 3/4 ساعة. يعني البوليس مش هيبتدي يدور عليا إلا بعد ساعة على الأقل، مش ممكن قبل كده. أنا عامل حسابي كويس وجاي عشان أستخبى عندك. محي، أنا اخترتك أنت بالذات عشان عارف إن مالكش دعوة بالسياسة. أنا مش محتاج أقعد عندك كتير، غايته 4-5 أيام أو يمكن أقل، لحد ما أقدر أتصل بأصحابي وأنفذ بقية خطتي. محي، لازم أعرف دلوقتي حالا، تقبل تخبيني عندك ولا لأ؟ إيه رأيك؟ والله أنا ما أقدرش أقول لك. لو كان عليا أنا ما كنتش أتردد أبدا، لكن أنا مش لوحدي في البيت ولازم أسأل والدي قبل ما أقول لك على رأيي. اسأله، ولو ما رضيش تأكد إن هسيب البيت حالا. هو إبراهيم حمدي. وعاوز ايه؟ هرب من السجن وجاي يستخبى عندنا. هرب ازاي؟ طيب وليه اخترنا احنا بالذات؟ علشان أنا بعيد عن السياسة والبوليس مش ممكن يخطر على باله يدور عليه عندنا. طيب يا ابني، مش يمكن البوليس مراقبه وزمانه محاصر البيت؟ يا مسابتي، بوليس؟ مفيش حد. هو عايز يعرف رأينا بسرعة. إذا ما رضيناش نخبيه عندنا هيسيب البيت حالا. إيه رأيك يا بابا؟ إنما هرب ازاي؟ انت رخرة يا نوال، هرب وخلاص، هنفتح له محضر. أظن الأحسن أقابله بنفسي. تعال معايا يا محي. والدي. أنا آسف يا فندم، ظروفي هي اللي اضطرتني. قول لي يا ابني، حد عارف إنك هربت؟ في 3 من أصدقائي عارفين إني ههرب، لكن ما يعرفوش إمتى ولا فين. يعني ما حدش شافك وأنت جاي هنا؟ لا. طيب يا ابني، لما هتنزل هتروح فين؟ مش عارف، أظن هضطر أروح عند واحد من ال3 دول لحد ما ألاقي حتة تانية. إزاي؟ لازم البوليس دلوقتي مراقب أصحابك دول. فعلا، ما باليد حيلة. واحنا كمان يا ابني مفيش في ايدنا حيلة. احنا ملناش شأن بالسياسة، وانا في سنك عمري ما مشيت في مظاهرات.
اجي دلوقتي بعد الزمن ده وبعد ما كبرت وبقيت مسؤول عن عيلة واولاد افتح بيتي ليه؟ انا اسف. اعمل ايه؟ سبته ينزل، اقبله ازاي بس؟ كبت يا ابني. يا ترى امه عامله ايه دلوقتي؟ الحقيقة ده يصعب على الكافر. العيال دول محدش قادر يلمهم. ثم انا مش فاهم باي حق يفرضوا نفسهم على الناس بالشكل ده، ولا ايه يا ابو محي؟ انا عارفه يا اخويا، انما الشهاده لله، هو لا مجرم ولا حرام. مظبوط يا ماما. غيرش بس ضحكوا عليه بالسخانه اللي اسمها السياسه دي، انما يعني احنا برضو ملناش دعوه. ما ضحكوش عليه يا ماما، ازاي يبقى اسمنا مصريين وملناش دعوة؟ كويس قوي. هتخش لنا في السياسه كمان؟ والله عالي. هو خرج من الباب ولا لسه؟ لا لسه يا بابا. انا مش قادر اتصور ازاي بس اقبله بيتي. ده اجري اندهله يا محي. حاضر يا بابا. ابراهيم، بابا وافق انك تقعد عندنا. انا عادي معلش. استغفر الله يا ابني، انت زي محي تمام. كل ما في الامر ان دورك في الحياه يختلف عن دوره. اتفضل يا ابني. بنتي نوال، اتفضل. ودي بنتي ساميه. اتفضل يا ابني، اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اقعد يا حبيبي. ازيك يا بنوية؟ الحمد لله. يا ترى والدتك عامله ايه دلوقتي يا ابني؟ زمان قلبها متشحطط عليك، الله يكون في عونها. ما هو يا ابني محدش بيشيل هم غير الام. ويا ترى هي عارفه انت فين دلوقتي؟ لا. طب يا ابني اوصف لي البيت وانا اروح لها اطمنها. كتر خيرك، البيت متراقب ليل ونهار. الاستاذ ابراهيم هيقعد عندنا كام يوم، طبعا من غير ما حد يعرف. طب افرض يا اخويا، طب افرض حد جالنا؟ احسن حاجة نقفل الباب علينا بالمفتاح ونعمل نفسنا مسافرين. بقى ده اسمه كلام؟ طب وناكل ونشرب ازاي؟ وبابا يروح الديوان ازاي؟ افتكر احسن طريقه ان كل شيء يمشي طبيعي عشان ما نلفتش الانظار. واذا حد طب علينا نبقى نتصرف، نخبي الاستاذ ابراهيم في اي حتة. وهو ده رايي كمان، نسيب المساله لظروفها. روح يا نوال اعملي فنجان قهوه للاستاذ ابراهيم. حاضر يا ماما. تشرب قهوتك ازاي يا استاذ ابراهيم؟ مظبوط من فضلك. حاضر. الله، من حق. ايه مالك؟ ده احنا نسينا البت ثانية. عندك حق، دي وجودها خطر وما يصحش تعرف اي حاجه. فعلا دي بنت صغيرة ولسانها فالت. مفيش قدامنا غير طريقة واحدة، أدب معاها خناق الرب السما وبعدين أنده للبواب يجي يروحها لأمها. والنبي انت قلبك قاسي يا نوال، يا شيخة حرام عليكي. يظهر ما فيش قدامنا غير الطريقه دي. يلا يا بنتي روحي لها المطبخ. حبيب قلبي ووداني ماليش غيره حبيب تاني. تلدم تلدم تم 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 بنت ثانية. نعم يا ستي. انت طرشة ولا ايه؟ مش سامعاني؟ لا يا ستي سامعاكي، في حاجة؟ وكمان بتردي عليا بقلة أدب بعد العامة المهبلة اللي زي وشك. لا يا ستي كفاية الشر، انا عملت حاجة؟ انت كنتي بتغني، تقدري تنكري؟ لا يا ستي. طب ودي فيها حاجة؟ طبعا فيها حاجة، ما فيهاش حاجة ازاي؟ انت ناسية ان احنا في رمضان؟ طب ما انا بغني من اول رمضان
قلتيش حاجه ليه يا ستي؟ انت ناسي ان صوتك وحش؟ ازاي تغني وانت صوتك وحش؟ ما تعرفيش اللي يغني وهو صوته وحش في رمضان حرام؟ والنبي ما اعرف يا ستي. خلاص انكتري. تفتكر يعني علشان اتكتمتي هقوم اسامحك؟ ولسه كمان ما غسلتيش السحور؟ اديني بغسله معايا يا ستي. ومين ده اللي هيسيبك ولا دقيقه بعد كده علشان تغسليهم؟ وناسي كمان ان اول امبارح كسرتي ابريق الشاي. ازاي تغني وانت لسه كسره ابريق الشاي اول امبارح؟ يلا هتروحي يلا. لا والنبي يا ستي حرام عليكي، ده انا ما عملتش حاجه. عملتي ما عملتيش هتروحي يلا لمي هدومك. يا نبي يا ستي حرام عليكي. وحوي ايوه وكمان وحوي ايوه يلي بعدك شوفوا وهي بتعيط يتهيألي ان تلاقي حد. يعني ثانية ما نبهاش من وجودي هنا إلا قطع عيشها. ما تحملش همها يا ابني، كلها كام يوم ونرجعها تاني. اتفضل. وبنار شوقي وحنين قول لي يا ابني، احب اسالك سؤال. اتفضل. انت قتلت عبد الرحيم باشا ليه؟ انا لا اقر مساله القتل ولا الاغتيال، لاني بعتبرها وطنيه متطرفه ما تتفقش مع مبادئي. انما احب اعرف وجهه نظرك. عبد الرحيم باشا شكري كان عميل خاين لبلده، بيخدم الإنجليز على حساب وطنه. طيب يا ابني، مش كنت تسيب الحكومه تعرف شغلها وياه؟ هو كان الحكومة. الناس كلها حكمت إن الراجل ده خاين وأنا نفذت الحكم. كان عليا أنا بس اللي عايز يخدم وطنه ما يبصش للاعتبارات الشخصية. كان عليا أنسى نفسي، فنسيتها. سيداتي وسادتي، نذيع عليكم أخبارا هامة. جاءنا البيان التالي من وزارة الداخلية. استطاع إبراهيم حمدي المتهم الأول في قضية المرحوم عبد الرحيم باشا شكري الهرب هذا المساء من مستشفى القصر العيني، ويعلن وزير الداخلية عن مكافأة قدرها 5000 جنيه لكل من يقبض عليه أو يدلي بمعلومات تساعد في القبض على المتهم المذكور. كما أصدر الحاكم العسكري أمرا بمعاقبة كل من يساعد المتهم في هربه أو يمتنع عن الإدلاء بما لديه من معلومات بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات. وإليكم نص الأمر العسكري. عن إذنكم. امشي يا محي. انت اتضايقت بعد ما سمعت البيان؟ كنتش فاكر نفسي غالي للدرجة دي. محي، وجودي في أي حتة مفيش وراه غير المتاعب. أنا شايف إن أحسن نسيب البيت ده. تفتكر يا استاذ ابراهيم ان بابا بعد ما فتح لك بيته هيخاف من بيان زي ده؟ لا، بس أنا أعرف أكتر منكم الأمر العسكري ده معناه إيه. الامر العسكري ده ملوش غير معنى واحد، ان محدش فيهم عارف انت فين. انا جبت لك جلابيه من بتوع بابا، اصل بيجامات محي اظن ما يجوش على قدك. تصبح على خير. أنت من أهله.
التحقيق اللي احنا عملناه مع الضابط اللي كان مكلف بحراسته ومع التبرجي ما وصلناش لاي نتيجه مطلقا، وده مش معناه ان احنا هنقف عاجزين قدام ولد مجرم زي ده. البرامج اللي احنا اذعناه ابتدى يجيب نتيجه، فجات لنا 3 اشارات. الاشاره الاولى بتقول ان في واحد اتهيأ له انه شافه نازل من تاكسي في شارع القصر العيني. الاشاره الثانيه جت بعد كده بشويه في جاردن سيتي. الثالثه في مصر الجديده، ودي هنركنها شويه. الارجح ان الاشارتين الاول هما اللي احنا هنعتمد عليهم. ورأيي انا ان احنا نحكم المراقبه في المنطقه دي. حسين عبد اللطيف اتخذوا اللازم، زودوا المخبرين، اطلبوا قوات اضافيه زي ما انتم عايزين. المهم اننا نحكم المراقبه ليل نهار على كل مخارج هذه المنطقه. مين؟ انت صحيت يا استاذ ابراهيم؟ ايوه. اتفضلي. صباح الخير. صباح الخير. فين محي؟ محي راح الجامعة من الصبح. راح الجامعة ازاي؟ كان لازم اشوفه قبل ما ينزل. في حاجة مهمة كان لازم اقولها له. احنا عملنا مؤتمر الصبح وبابا قرر ان احنا نسيبك تنام لحد ما تستريح. وانا اقدر انام في ليلة زي دي؟ في الحقيقة انت كنت نايم، ولو انك ما كنتش بتسخر. فعلا انا كنت تعبان، بس كان لازم اكلمه قبل ما يخرج. بالشكل ده ضاع مننا يوم بحاله. الايام جاية كتير. تحب تغسل وشك؟ اتفضل. وزماني حرام. اصلي اختي سامية مشهورة بالكسل، تقوم من النوم تلف من اوضة لاوضة وما تغيرش هدومها الا يدوبك لما بابا يجي. سامية، صباح الخير يا ابني. ازيك؟ نمت كويس؟ الحمد لله. اتفضل. شهلي شوية يا سامية، مفيش حاجة اتعملت في المطبخ. يو يا ماما، هو انا يعني هعمل ايه ولا ايه؟ هو النهار لسه طلع. عشان تعرفي قيمة البت ثانية، كانت شايلة البيت كله على دماغها وما كانش حيلتكم غير الإمارة. يلا شهلي. نوال، افندم. تعالي معايا على المطبخ عشان تحضري الفطور. حاضر يا ماما. الله، انت فاضل النهارده يا زهر افندي ولا ايه؟ استغفر الله العلي العظيم، والله ما انا عارف ايه اللي جرالي النهارده. سعيدة يا محي. سعيد يا نوال. اهلا محي. ازيك دلوقتي يا ابراهيم؟ طمني ازاي الحال؟ الجامعة النهارده ملهاش حديث غير حكاية المكافأة. بيقولوا ايه؟ كانوا بينكتوا. زمان ابوك يا فلان بيجري في الشوارع يدور على ابراهيم حمدي عشان يسلمه للبوليس وياخد ال 5000 جنيه. فصور واحد صاحبي جه يسألني يا ترى لو ابراهيم حمدي سلم نفسه يستحق من الناحية القانونية ال 5000 جنيه؟ والله لو ضمنت لي ال 5000 جنيه انا مستعد اسلم نفسي. محي، شفت فهمي عبد العزيز؟ لا، يمكن كان قاعد في البوفيه زي عوايده، وانا اصلي ما بروحش البوفيه انت عارف. كنت عاوز منه حاجة؟ كنت عايزك تتصل بيه. بس انا ما اعرفوش يا ابراهيم وعمري ما كلمته، ويمكن لو شافوني بكلمه يشكوا فيا. طب انا مستعد ادي لك ورقه له. وهسلمها له ازاي؟ اعمل نفسك بتديله كراسة المحاضرات وحط له الورقه فيها. وبعدين؟ هو هيعمل كل حاجه، هيتصرف ما تخافش.
اسف اللي بتعبك يا محي، بس لازم اسيب البيت ده باسرع ما يمكن. انا النهارده يا ابني شفت والدك خارج من وزارة الاشغال. كنت هنسى نفسي واسلم عليه، انما باين عليه انه مهموم قوي. اظن هو خد على الحاجات دي خلاص. يا ابني الاب مهما كان اب ما يرضاش لابنه الشقة ولا ضياع مستقبله. كفاية البلاغ اللي بتذيعه الحكومة كل ساعة ده يجعل ظروفك اصعب واصعب. الناس البطالة كتير، مبلغ 5000 جنيه مش شوية. لازم تعمل حسابك يا ابني يا ابراهيم. ربنا يستر. اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت. يلا يا اولاد. قولوا لي ايه رايكم في المسقعه علشان انا اللي عاملاها. ايه بذمتك انت اللي عاملاها؟ هو اللي اشهر بتنجاني بس معامل مسقعه؟ يا ترى مين ده؟ سترك يا رب. بلاش نفتح الباب. وده معقول؟ البواب عارف ان احنا هنا ونور الشقه مولع. يمكن هو عم علي البواب ولا ام البنت ثانيه جايه تترجانا علشان نرجعها. يعني ايه؟ هنسيب الجرس يرن واحنا قاعدين هنا نقول يمكن ويمكن؟ احسن شيء حد يروح يفتح الشراعة ويشوف مين اللي جه. اذا كان حد غريب يعمل ان الباب مقفول بالمفتاح ونبتدي نتصرف. قوم افتح انت يا نوال. استني يا نوال، انا جايه معاكي. خليكي انت هنا يا ماما. طيب. مين؟ انا عبد الحميد. ايه حكايتكم بالظبط؟ حماتي بتحبني ولا بتكرهني؟ دقيقة واحدة، أصل الباب مقفول والمفتاح مش في الباب. مفتاح؟ عبد الحميد ابن عمي. عبد الحميد، يا رب استر يا رب، يا رب استر معانا يا رب. مين؟ عبد الحميد ابن اخوك. اعوذ بالله. اقدر استخبى فين؟ مش عارف، ده لما بيجي ما بيخليش ولا اوضه الا لما يخشها. مفيش غير البلكونة، الأستاذ إبراهيم يستخبى جوه البلكونة ونسكرها عليه عبال عبد الحميد ما يمشي. طب والجيران؟ يعني مفيش ولا حته في البيت اقدر استخبى فيها؟ اسمع يا ابني، خش اوضه المسافرين واستخبى ورا الستاره. الأوضة بتاعتنا هي الأوضة الوحيدة اللي ما بيدخلهاش عبد الحميد. احسن فكره، خدي خبيه. يلا قومي يا ساميه بتاعتي. لا ما افتحش، أنا ما رضيتش أشوف وش عبد الحميد. خلاص اروح انا. انتوا خايفين قوي من عبد الحميد ده كده ليه؟ ده ولد صايع وما كملش تعليمه. طب بيشتغل ايه؟ بيشتغل في شركة بقاله سنة رايح جاي عايز يتجوز ثانية أختي، لكن ده بعده. استخبى. جرايه يا محي، انتوا بتقفلوا بالمفتاح وانتوا جوه؟ اصل من يوم ما سنيه خرجت وماما بتقفل بالمفتاح بعد الفطار على طول. ما انتوا لسه ما بتردوش اهو. مساء الخير يا عم، قبل ايه؟ ازيك يا ابني يا عبد الحميد؟ الله يخليك، ابوس ايدك يا مرات عمي. انتوا عازمين حد على الفطار ولا ايه؟ لا يا ابني، تعالى اقعد جنبي تعالى. متشكر يا عم. ده أنا حاطة لك الطبق ده حالا دلوقتي عشان تاكل معاه. الخير يا بنت عمي، تسلم ايديك.